سكتشا عنوانه العلم نور والغدا ما تيسر، من إخراج وأداء الأستاذ الرائع عبد الكريم الشهاري، مشاركة للأطفال علاء الحرضي وأسامة الحرضي والطفل يونس حكم الله. تحية لهم. يا الله دحين مصر يعلم الله أين الجهاد، كل واحد في وادي. ما شاء الله. ما بفعل يا علاء؟ بس يابا الأستاذ حقنا طلب إن احنا نكتب موضوع عن فوائد الوحدة اليمنية. فوائد الوحدة اليمنية؟ أيوه. طيب يا ابني الله يحفظك، هذا خريطة فلسطين. ايش دخل الوحدة اليمنية في خريطة فلسطين يا علاء؟ أنا أفهمك يابا. أصلاً الوحدة اليمنية خطوة أولى للوحدة العربية. الله أيوه. والوحدة العربية خطوة أولى للوحدة الإسلامية. سلام. والوحدة الإسلامية الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين. ما شاء الله ما شاء الله. الحين دريت يابا ليش رسمت خريطة فلسطين؟ أكيد دريت، كيف ما دريت؟ الوحدة ما قدرتش أحفظها أنا ما شاء الله عليك. بس يابا أشتي منك حاجة. خير. اشتيك تكتب لي عبارة مؤثرة بخطك الحالي. عنوان أيوه عنوان الخريطة. ايش اكتب لك بالضبط؟ أي حاجة. خلاص عاد اكتب لك عشق المسلم أرض فلسطين. تمام؟ ما هو يابا؟ أنا قلت حاجة غلط يا خلق الله. عشق المسلم أرض فلسطين. اسمع يابا، بدل ما نجامل أنفسنا نغير بدل عشق نسي المسلم أرض فلسطين. نسي المسلم أرض فلسطين. أيوه. معك حق، ليش نجامل أنفسنا؟ نسيناها فعلا. طيب أنا عاد أكتب لك الجملة هذا لكن بشرط. ايش؟ تعرب الجملة هذه، تقدر؟ ايوه. نسي فعل مبني فوق جدار الذل والتهميش. الله، هذا نحو جديد يا ابني. والفاعل؟ والفاعل مستتر في بني صهيون. اسلام. والمسلم؟ المسلم مفعول، عفوا يابا، مقبول في محكمة التفتيش. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طيب وأرض فلسطين؟ ظرف مكان مجرور، عفوا يابا، مذبوح منذ سنين. ما شاء الله. شكلك يا ابني عاد قاعد سيبوي، عاد ألف نحو جديد. ما شاء الله عليك. لكن يا ابني خربت قواعد النحو. عفوا يابا. فسؤالك حرك أشجاني، ألهب وجداني، فسؤالك نار تحرقني وتهز كياني وتحطم صمتي. الله يحفظك يا ابنينا، الله يصلحك. أنا أسألك خذ بسر اخوتك هؤلاء معي ولد ما شاء الله عليه، ما شاء الله سبحان الله. اسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقني عيال مثلك، بس لكن الثانيين هؤلاء الله لا وراكم. بس يلا ادخل بسر لي يونس. اينو يا دعفوس. عاد وش زامل انا داري. دعفوس. ما هو يابا؟ اوه جيلاني. حاضر. ما شاء الله ما شاء الله. الادمير السلتي يصير يدي لنا روتين الصبح. لا ذا الحين ليش تاخرت؟ انا قلت لك تصير من هنا من شارع 60 قريب. وانا مشيت من هنا. جيت من هنا؟ ايوه. هذا شارع 30. مشيت مرتين وقعدت 60. ما شاء الله. مرتين وقعدت 60. ايوه. طيب وين الذي قلت لك؟ هذا الذي ايش اسمه هذا اللي يسكعوه على الفول؟ الخبز المسنب. اي الخبز مسنب الروتي اشتراه؟ ايوه. وينه؟ وذاك داخل. عند امك؟ ايوه. يلا ادخل ادخلوا بسر لي اسامه هذا اينه؟ يا اسامه. ما شاء الله. يا اسامه. ما تشتي يا با.
بدأنا من ذا الحين. جي لعندي يا ابني بسرعة. هي ماشي مني ما شاء الله ما شاء الله. ليش لابس جزمة وجزمة مع؟ علشان ادري انا اليمين وين الشمال. سلام. هيا اصبر يا ابني، أين أنت من أول؟ فرعت بينهم. من هم؟ أين كنت ما بتبصر؟ الاتجاه المعاكس. فرعت بينهم والله فرعت. ما شاء الله. وفرع بينهم فيصل القاسم. ماشي والله انا. كيف فعلت؟ بس زيت السطل الماء وسكبت على فوقهم ومدخنوا. دخنوا بالأمانة فيصل. هو التلفزيون حقنا اللي يدخن مشوهم. بالأمانة فيصل القاسم قال حركت لي التلفزيون، أمرك إلى الله. الحين قل لي أين أنت من صباح الصبح؟ أنا جالس أبصر الحوش حقنا قدوم على الأرانب. كم معك أرانب؟ البيض ولا السود؟ هذا فيهم بيض وسود. البيض كم هن؟ 200. والسود؟ 200. يعني 400. أيوة. 400 أرنب يا مجنون وسط الحوش. أنت مجنون. ما بتشربين، منين بتشربين؟ اسكو قول لي. البيض ولا السود؟ يوم النوم. البيض من الخزان. والسود من الخزان. سلام. طيب يا أسامة جيانا 400 أرنب. 400 أرنب ما بتأكلهن. البيض ولا السود؟ البيض. قط. والسود؟ قط. تشتي تطبح بيس يطلع لي الضغط. جاوب إجابة السواء، ماشي أنا مهزلة. آخر سؤال. 400 أرنب أم بترقدهن يا أسامة؟ البيض ولا السود؟ السود. في الحل. والبيض؟ في الحل. أنا الداري الناس اصبر افهمك. اصبر افهمك. ما تفهمني. اصلا البيض حقي وانا داري ايش بياكلي وايش بيشربن وعندي رقدين. الله يسامحك وتخليني أضربك، عاد تقول لي من أول هكذا. يعني البيض حقك؟ ايوه. والسود؟ حقي. أمرك إلى الله، أمرك إلى الله وبس، هذا اللي عاد أقدر أقول. طيب المدير حقك حق المدرسة بيشتكي، قال طول السنة وأنت بتقرأ خارج المدرسة يا صح. صح، معترف؟ ليش بتقرأ خارج المدرسة؟ علشان احصل على الشهادة من الخارج. الله، تحصل على الشهادة من الخارج؟ ايوه. اجي أنا. جارنا عندي وبيشتكي منك. قال انك سرقت الدجاجه حقهم حق الوالده واكلتها. ما تصدقش. كيف لا صدقش؟ انا متاكد، وقال لي ان عياله بسرق وانت جنب المسبح. لا صدق. وبالاماريه الريش في يدك. لا تصدقش. انا صرت اسبح في المسبح. ايوه. وهي جت لعندي قالت لي قوم يا عبدي خلي الملابس حقي عندك لما انزل افعل لي خطها وارجع. وانا بديت الملابس حقها ونزلتها. الدجاجه؟ ايوه. يعني ما اكلتهاش؟ ما اكلتهاش. اجي انا الشدره اختبرت ايش؟ اليوم انجليزي. ايشو؟ انجليزي. وين النتيجه؟ وين الورقه؟ انجت الورقه. انجت الورقه. هات الورقه يشيب الزها علي. ما سير. يشيب الزها بس سنها. ما شاء الله. وين الحل؟ يابا بس السؤال الأول هذا من كم سنة. حليتين كل ما عدا هذا؟ أيوة هذا بس. هذا الاسم يا ابني. يعني ما فيش اختيارات. الاسم ما فيش اختيارات في الاسم. وهذا ليش ما تحلها؟ فعل لك طماط، حبات طماط رسم لك. وهذا الصعب بس. اكتبها بالانجليزي، هي نفسها تشبه العربي. طماط. لا تشبهها. طماط بالانجليزي يعني توماتوز. وانك تقدر انجليزي. كيف؟ توماتوز بالانجليزي طماط يعني توماتوز، تمام؟ وهذا ليش ما تحلها؟ رسموا لك تفاحه. ما الحين كده انا عاد احلها. ايش؟ تفاحوز. فاحو. عنده عظاموز. لا معك شماموز. بس حق عادي بالانجليزي. مع الصبر غدوه. لغة
يا ابني حرام عليك، أنا في عمرك هذا ويمكن أصغر، وكنت الأول على المدرسة. كان معك بحالي. ها؟ كان معك بحالي زي ما بي. ها. أين أقول؟ الحين اسمع. غدوة تختبر عربي. أيوه. سؤال بسيط جدا. أين الفاعل في الجملة اللي عدتها لك الآن؟ سرق اللص البنك، أين الفاعل؟ في السجن المركزي. طيب ما بتستيش تعبر، الأستاذ حقك اتصل لي قال ما تستيش تعبر، يا خلق الله بواحد ما يستيش يعبر، عبر أي حاجة يا ابني. والله إني بقدر أعبر بس بيحطمني. جانا، عاد أسألك ذا الحين عبر ليها عن فصل الربيع، تقدر؟ صف كم؟ فصل الربيع. ما هو؟ فصل الربيع ذلك الفصل الذي تخضر فيه الأشجار وتكون الأشجار خضراء، ثم نقطع الخشب إلى قطع صغيرة، ثم نستخدم المسمار، ثم المطرقة، تلك المطرقة التي يستخدمها النجار والنجار من أبناء بلادي. جنني الولد. طيب ايش دخل المطرقة في فصل الربيع؟ هي في الكثير خشب مطرقة. سر. خلاص أسألك أدي لك حاجة بعيدة عن الخشب. اليابان والصناعات الحديثة، يلا. تلك اليابان الدولة التي تشتهر بالصناعات الصغيرة والحديثة، وأما نحن فما زلنا في العصر الحجري وما زلنا نستخدم المطرقة، تلك المطرقة التي يستخدمها النجار والنجار من أبناء بلادي. أظن عندك عقد من المطرقة يا ابني. أدي لك موضوع بعيد عن الخشب والمعدن والحديد. الوحدة اليمنية. الوحدة اليمنية قامت في 22 من مايو عام 1990، وقد فرح الشعب فرحا كثيرا وعلقوا اللوح واللافتات، ثم استخدموا المطرقة، تلك المطرقة التي يستخدمها النجار والنجار من أبناء بلادي. يا ابني أنا مخ ولا مطرقة. معك خبر. أنت مالك أنت عقدتني. أنت من أول من جاي تسألني أنا استسألك. يا با حرام عليك. وبعدين اشتكيت لعند وزير التربية والتعليم. أنت اشتكيت لعند وزير التربية والتعليم. أيوه. ما عاد تستيش تعبر لي. والله إني عبرت. إيش قلت؟ الأخ وزير التربية والتعليم المحترم، يحبكم علما بأن الأستاذ يحطمني 3 تحطيمات متتاليات، ولكم جزيل الشكر. الحمد لله. حررت هذه الورقة من نسختين، النسخة الأولى في المكتب والنسخة الثانية لي علقتها في البيت بالمطرقة، تلك المطرقة التي يستخدمها النجار والنجار من أبناء بلادي. يا با لكن استسألك. شو تسألني؟ من جالس تسألني؟ ها اسأل. ليش عم يصلع؟ على سؤالك كيف ساعد؟ عمك أصلع. يصلع. سؤال. أيوه. خلاص الصلع هذا يدل على الذكاء. وأنت ليش راسك مالها شعر؟ مش ضروري كل ذكي يقع أصلع، فهم؟ أنا ايش داري كيف الأوادم هؤلاء؟ شوف أنا باقي لي حاجة واحدة بس. ما هو؟ إذا ما سمعتنيش فيها أنا متأكد إنها على طردك من وسط البيت. يا با خير. اسمع، الأستاذ قال لي أجي أحاكيك إن أخي ما يقدرش يعبر عن الوطن. عن الوطن؟ ما تصدقش. الوطن يا با وصل عنده اسكندرية. يعني تقدر تعبر عن الوطن؟ والله نقدر أعبر عن الوطن؟ أيوه. اسكت سمعني.